من أكتر الحاجات اللي بنكون محتارين فيها بعد الثانوية وهي اختيار الكلية، خصوصًا لو كان مجموعك عالي أو الكلية اللي كان نفسك فيها مجموعك ما جابهاش، وهنا بنكون في حيرة شديدة. إن شاء الله جاي لك النهارده هنحط خطوات بعدها نقدر نختار الكلية بسهولة وبعقلانية، فيلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم إزاي تختار كليتك بعد الثانوية. وقبل ما نبدأ، في ناس بتشوف الفيديوهات من غير ما تعمل اشتراك، الناس دي ربنا مش هيبارك لها في المعلومات اللي بيستفيدوها. فبعد إذنك انزل اعمل اشتراك وفعل الجرس ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها وهي صلاة الاستخارة، وهنا بنبدأ نستعين بالله لأن هو علام الغيوب، وبنبدأ نستعين بيه إن هو يختار لنا الأفضل حتى لو كان ده إحنا شايفينه هو مش أفضل حاجة بالنسبة لنا. فهنا بتصلي صلاة الاستخارة، وهي الناس اللي مش عارفة يعني ايه صلاة استخارة، بنصلي ركعتين. الركعة الأولى بنقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة التانية بنقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الإخلاص. ولازم واحنا بنصلي صلاة الاستخارة نستحضر النية إن احنا بنصليها عشان ربنا يختار لنا الأفضل. وبندعي بدعاء الاستخارة بعد التسليم، لو مش عارف الصيغة بتاعته ممكن تبحث عنه. وممكن نصلي صلاة الاستخارة مرة أو اتنين. وبكده احنا استعنا بالله، وفي الخطوات الجاية نبدأ ناخد بالأسباب واحنا بنختار الكلية. أول حاجة هنجيب الكليات اللي المجموع بتاعنا جايبها ونبدأ نعمل استبعاد لبعض الكليات. والسؤال هنا المفروض احنا نعمل استبعاد بناء عن ايه؟ بنشوف المجال بتاع الكلية ده، هل بعد الدراسة تحب تشتغل في المجال ده، أو على الأقل تحب يكون المجال ده حياتك، أو لو في فرصة بره إنك تسافر وتشتغل بالمجال ده، هل هتحب تشتغل في المجال ده ولا لأ؟ ولو لأ، مفروض تحط الأسباب اللي منعاك إنك تشتغل في المجال ده. تاني حاجة بنجيب الكليتين أو التلاتة اللي احنا خلاص استقررنا ما بينهم، ونبدأ نعمل ما بينهم مقارنة عشان نشوف المناسب لشخصيتنا ولحياتنا والمناسب لينا. والمقارنة بتكون أول حاجة الدراسة، هل الكلية ديت نظري أكتر ولا عملي، وتبدأ تختار المناسب ليك. ولو في مشكلة هنا ممكن نستحملها لو أنت حابب مجال الشغل بعدين بعد التخرج. تاني حاجة بنبدأ نشوف الشغل وفرص الشغل بعد التخرج، يعني هل الكلية ديت فرص الشغل فيها كويسة ولا أصلا مش هتعرف تشتغل بيها. تالت حاجة بنبدأ نشوف فرص السفر، يعني لو انت خلصت الكلية بتاعتك وحبيت تسافر، هل سهل انك تعرف تسافر ولا لا. وبكده يكون احنا اخترنا المجال بشكل عام، يعني مثلا اخترت طب او اسنان او صيدلة او ايا يكن الكلية. بالمناسبة هكلمك عن الطب وكل ما يتعلق به في فيديوهات جاية، فاعمل اشتراك وفعل الجرس لو وصلت لهنا ولسه مش عامل. نيجي بقى لتاني حاجة وهي احنا هندرس او هنختار الجامعة ازاي. فلو اعطينا مثلا بالطب، حاسس ان فيها عنصرية. بما ان دي الحاجة اللي عندي علم بيها، هل تحب تدرسه في القصر العيني ولا اسكندرية ولا المنصورة؟ فاقول لك تقريبا الدراسة بتكون واحد، ولكن في شوية اختلافات، واقول لك على كام حاجة تراعي بيها اختيارك وانت بتختار الكلية. اول حاجة، هل انت بتحب السفر ولا لا؟ والمقصود بالسفر هنا انك مش انك تسافر للخروج وللفسح، ولكن هل انت بتحب انك تروح بيتك كل اسبوع، ولا ممكن تروح كل اسبوعين، ولا ممكن تقعد بالشهر ما تروحش بيتك، عشان وانت بتختار بعد الكلية عنك. تاني حاجة، يفضل وانت بتختار كليتك تختارها كلية معتمدة عالميا، عشان لو بعد التخرج حبيت تسافر شهادتك يكون لها قيمة. تالت حاجة، تراعي المكان اللي هتسكن فيه، يعني مثلا لو كلية في القاهرة فأكيد المكان هيكون زحمة وخانقة، فهل هتعرف تتأقلم مع المكان ولا لأ؟ ولا تحب كلية تانية في مكان ساحلي ومكان هادي عشان المذاكرة بتاعتك. رابع حاجة، تبدأ تشوف الفرق بين نظام الدراسة في الكليات دي. على سبيل المثال في دراسة الطب، هل تحب تاخد ترمين منفصلين وتاخد أجازة ما بينهم وأجازة آخر السنة، ولا تحب تبقى تكون سنة ممتدة ومفيش أجازات ولكن الترم يكون من غير ضغوط؟ بعد كل ده إن شاء الله تقدر توصل لاختيار موفق. وافتكر إن أنا كنت زيك محتار جدا جدا جدا، وسألت ناس كتير جدا عشان أوصل للاختيار اللي أنا فيه ده حاليا. فتوكل على الله يا بطل. وكده يعتبر خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.